ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ تمام. طبعا احنا في موقع جديد مع الدكتور هشام. ازي حضرتك يا دكتور؟ طبعا الدكتور هشام غني عن التعريف، احنا كنا مع بعض في بالم هيلز، مش اول شغلانه يعني. فانا حبيت ان انا اتكلم معاه لان مش كتير انت بترتاح معاهم في الكلام بصراحه. ازي حضرتك يا دكتور؟ عامل ايه؟ عايز تضيف اي حاجه؟ عايز تقول اي حاجه في بدايه الشغل كده؟ احنا لسه في البدايه. البداية عظيمة. ايه رايك في ربنا العده اللي يجزاك. معانا؟ والله لا، مية مية، تسلم ايدك. انت ناقصك بس الخمسة شط، ال 45، وانت بسم الله ما شاء الله ايدك احسن من المكنة. الله يخليك. موجوده عندي على فكره بتاعت الشطف دي، الديسك بتاع الشطف موجود، بس انا ما بحبش استعمله لان انت بايدك بتتحكم اكتر من الديسك. صح. ممكن حضرتك جربت الشطف اللي بايدينا عامل ايه؟ لا، بسم الله ما شاء الله، 100%. الله 100%. الله تسلم يخليك. ايدك يا باسم. في حاجه ناقصه في العده؟ في حاجه حضرتك محتاجه ما لا 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 عملناش؟ لا، بالعكس، تسلم ايدك، ربنا يكرمك. الله يخليك. بترشح اول حاجه نعملها المهندس والفني مع بعض قبل الشغل ايه؟ ضبط الشغل. صح، ضبط الشغل ونحصر الشغل زي ما احنا بنعمل كده، بنعد الشغل وبنشوف لو في حاجه ناقصه، هو بنشوف ده الدنيا. البداية، هو ده الصح اللي المفروض نبدأ بيه. صح، انا بوصي كده اي ونشوف حد. كل المشاكل نعالجها قبل ما نبدأ. صح، ده صح. انا بوصي ان اي حد قبل ما يبدا شغل يحصر الشغل الاول، يشوف الكميه اللي عنده عامله ايه، عشان ممكن ترجع تجيب من نفس الباط ده تاني ما تلاقيهوش، تلاقيه ناقص كده يعني. تمام. طبعا احنا كان معانا الدكتور هشام النهارده، انا سعيد جدا ان انا شغال معاه. على فكره ما بقولش دكتور هشام ده حاجه خالص، هو فعلا دكتور في بيدرس الهندسه نفسها يعني. صح كده يا دكتور؟ حبيبي الله يخليك يا دكتور، حبيبي شكرا. الله يخليك.